نرجع مع بعض تاني في فيديو جديد ونظبط دنيتنا مع الامتحان. خدنا في الفيديو اللي فات النظري، وخدنا سؤال التعبير الفني، وخدنا سؤال التصميم الابتكاري. نيجي على سؤال التذوق الفني الجديد عندنا في سنة أولى إعدادي. سؤال التذوق ده هجيب لك رسمة زي دي كده أو لوحة، وأقول لك اللوحة دي من أعمال مين. عندنا 3 فنانين، اللي هو الفنانة سرية صدقي، وعندنا الفنان حامد ندى. اي صورة تجولك لست فهي من اعمال الفنانة سرية صدقي. هيجي لك مربع كده ويجيب لك الصورة دي في الامتحان ويقول لك دي من اعمال مين. اي صورة للست او مرسومة لست دي من اعمال الفنانة سرية صدقي. اي صورة تانية من اعمال الفنان حامد ندى. اظن كده العملية سهلة جدا عليك اهو. فهتبص تلاقيه جايب لك صورة في الامتحان يقول لك دي من اعمال مين. لقيتها صورة ست يبقى من اعمال سرية صدقي. لقيتها اي صورة غير ست يبقى من اعمال الفنان حامد ندى. طيب ممكن يقول لك امسك لي الصورة ديت ظللها لي في ورقة الإجابة، يبقى انا هتنقلها وتظللها. هيقول لك مثلا كبرها يبقى انت هتكبرها. هيقول لك مثلا ضيف عليها اي حاجة بالقلم الرصاص هتضيف عليها اي حاجة بالقلم الرصاص. فاهمين؟ طيب يا اما ده يا اما ده. او هيجيب لك لوحة زي دي كده قناع توت عنخ آمون، ويجيب لك قناع كده خاص بالفن الافريقي، ويقول لك ده اللوحة رقم ب او اللوحة رقم ب بتنتمي للفن تكتب الفن المصري القديم. طب اللوحة رقم الف بتنتمي بتنتمي للفن الافريقي، وهكذا. 1 2 3 4 دول اللي هيقول لك في الامتحان ان شاء الله. مش هيخرج لك عن واحدة منهم. يا اما يجيب لك ده ويقول لك ده بينتمي للفن يا اما بيجيب لك ده ويقول لك ده من اعمال الفنان الفنان مين بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده، فنانة سرية صدقي لوحة لوحة ست من اعمال الفنان حامد ندى. كل اعمال الفنانين التانيين من اعمال الفنان حامد ندى. يبقى زي ما قلنا اي صورة ست هي من اعمال سرية في الدكتورة سرية، واي صورة تانية من اعمال حامد ندى. وده قناع توت عنخ آمون ينتمي للفن المصري القديم، وده القناع ده بينتمي للفن الافريقي. خليك اللي بالك منهم كويس قوي وشوفهم كويس، لانهم هتلاقيهم عندك في الامتحان فتكتب زي ما هو عايزك. هتلاقيه كاتب لك هنا ده بينتمي لايه وكذا وكذا واسمه ايه وهكذا، فلازم انت تعرف الكلام ده كله. وده السؤال رقم كام؟ رقم 2 في التلاتة اللي انت بتختار منهم 2. اخر سؤال عندنا اللي هو سؤال الاشغال الفنيه، اللي هو القص واللزق. كلنا عارفين حاجه اسمها ورق القص واللزق، اللي هو ورق الاعمال زي ما انتم شايفينه كده. ورق بألوان مختلفة زي ما انتم شايفينه كده. كل الألوان زي ما هي ما هي عندكم كده بألوان مختلفة. ورق القص واللزق. موضوع القص واللزق هو موضوع التعبير الفني. بترسم بس بنرسم في ورق اللون، مش في هنا على اللون، لا بنرسم ورق ونقص ونلزق. هو موضوع التعبير الفني، لكن ما بلونش لأن الورق الورق متلون جاهز معانا. فأنا برسم بس، لكن الورق متلون. بس زي اجي هنا مثلا وارسم مثلا شجرة، واحدة يمين زي ما اتعلمنا، تمام، واحدة شمال، وادي يمين وشمال وانزل السبعة، وابدأ من هنا وادي الشجرة بتاعتي بالمنظر ده. واخش بالمقص ابدأ اقص الشجرة كلها كذا كذا على الحروف كده، واطلع الشجرة. طب الشجرة هتبقى بلون واحد، لما اقلبها هتبقى كلها باللون ده. طب ازاي؟ انت يا استاذ قلت مش كل الشكل زاد الوانه زاد جماله. طب هل في طريقة تحلي ان انا اخلي الجذع ده هو بلون والغصن ده بلون تاني؟ ممكن. ازاي؟ انت رسمت شجرة اهي على واحدة، وتيجي ماسك بقى 2 او 3 الوان، 3 الوان اهم، وقصص التلات الوان مع بعض، هيطلع لك شجرة كاملة من اللون البني، وشجرة كاملة من اللون الاحمر ده، وشجرة كاملة من اللون الازرق. وبعد كده هتيجي ماسك فاصل الجذع ده لوحده، هيطلع لك ده لوحده كده. تمام، هيطلع لك الجذع كده لوحده كده مثلا بالشكل ده، واحدة يمين واحدة شمال، واهو هيطلع لك الجذع كده ده لوحده باللون مثلا الاخضر. خلاص، وهيطلع لك جذع تاني بالمنظر ده باللون البني، وهيطلع لك واحد تالت باللون باللون الازرق. يبقى هنا 3 هم، لان احنا هنختار 3 الوان. وهيطلع لك 3 اغصان برضو بالوان نفس الالوان. تيجي بعد كده بعد ما تعمل اطارك هنا، برضو تعمل اطارك وتظبطه خالص. لو الموضوع مثلا بتاع عن الاشجار،
انت ظبطت اهو وعملت اطارك، تيجي بقى جاي بالعرض كده وجاي جايب ايه، جايب الغصن البني، ها، وتيجي ايه شايل اللزق من ورا ولزقه بالمنظر ده، وتيجي جايب عليه الغصن الاحمر وحطه فوق، وتيجي جايب الجذع الايه الاخضر حطه هنا، وتيجي جايب الجذع الغصن البني حطه فوق. يبقى انا كده عملت تنوع في الايه في الالوان عندي، بقى الشكل متنوع في الايه في الالوان. زي ما هرفع لكم مجموعه من الصور كمان شويه، على اعمل لكم فيديو برضو على هيئه صور، وهعرفك فيه شكل الايه القص واللزج وهو معمول باختلاف الايه باختلاف الالوان. شغل القص واللزق يعني جميل جدا، كانك بتلعب بالورق بالظبط، كانك بتلعب بالايه بالورق، بس هو عايز احترافيه منك شويه في موضوع الايه موضوع القص. بكره ان شاء الله عايزك وانت بتشتغل في التربيه الفنيه، انت زمنك ساعتين، خلاص، حاول بقدر الامكان ما تطلعش من الامتحان الا وانت مخلص. هتلاقي في ناس كتيرة جدا بتقول لك اطلع ما بينضافش ما بيعملش، هو صحيح ما بينضافش لكن ممكن ينجحك وممكن يسقطك، فما تطلعش الا وانت عامل كل المواضيع ديت وشغال فيها على الاقل. احنا بنطلع تصحيح في ثالثه اعدادي وبنلاقي الطلبه مسلمانا الورقه فاضيه، طب انا هو انا هرسم له؟ بديله صفر 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 وانزله في الايه الامتحان. عيبه جدا ان انت تبقى ناجح في كل المواد وتيجي تنزل في التربيه التربيه الفنيه. محدش يقدر يطلعك من الامتحان لما تخلص. خد وقتك، انت زمنك ساعتين، ظبط نفسك فيهم ومالكش دعوه بحاجاتك، خد الوانك معاك، خد ادواتك، الحاجات اللي انت بتاخدها، قلم الرصاص لازم، مسطرتك لازم، ورق القص واللزق بتاعك لازم. ليه لازم؟ لان ممكن يكون الموضوع ده صعب، وممكن يكون الموضوع ده صعب، بس ورق القص موضوع القص واللزق سهل، يبقى اشتغل في القص واللزق. فانت لازم تاخد كل حاجه معاك واللي قدامك تشتغل بيه، مثلا قص واللزق يبقى لازم ورق القص واللزق معاك والمقص ده لازم. كل المواضيع التانية حاجاتها أساسية، علبة ألوان الفلوماستر وعلبة ألوان الخشب دول لازم يكونوا معاك عشان تشتغل في الخط الهندسي بالخشب والفلوماستر، والتعبير الفني برضو تشتغل بالخشب وبالفلوماستر. مسطرتك أساسية معاك، مسطرتك أساسية معاك وركز عليها جدا عشان تشتغل بيها. طلابي في المدرسة أنا بقول لكم خد الحقيبة بتاعتك معاك، طبعا الحقيبة بتاعتك أنت عارف فيها إيه، فيها كل حاجة عن بتخص التربية الإيه، فيها كل حاجة بتخص التربية الفنية. خد كل حاجة معاك وشيك على الحاجات دي الصبح وأنت رايح، لأن محدش هيدي لك حاجة، أو بمعنى صح محدش هيسمح لك إن أنت تاخد حاجة من حد. تمام، ده امتحان، كل واحد هيبقى في ديسك، وظبط دنيتك كده وإن شاء الله تجيب درجة كويسة. وانا عايزك تتأكد من حاجة، تتأكد ان كل اللي انت خدته على مدار الترم ان شاء الله هتلاقيه في مادة التربية الفنية. واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونشوف بعض ان شاء الله في الترم الجاي بفيديوهات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.